اقصد مثلا جدول زمني لها، وبالتالي بتقول لما تخش الانتخابات اللي جايه الناس كلها مرعوبه. اذا كان مفيش انتخابات والدنيا ماشيه كل يعني نيله على عينيها، امال بقى لو مثلا السكين والفلوس ثم الموقف الاقتصادي موقف محتاج كلام كتير جدا. امبارح وانا في الحوار في سوق عمر بكره وهتقول لي يا دكتور طب ايه يعني السياحه دي؟ ما نلغي السياحه. هي شغلانه يعني؟ بتاعت سهوله كده الراجل تقدر تشتغل، قال لا انا مش لاقي شغل. قلت له الله يا جماعه مصر قايمه على حاجه بنسميهم الاربعه الكبار. موارد مصر على حاجه اسمها الاربعه الكبار. نمره واحد قناه السويس اب اند داون طلع نازله، مش كده ولا ايه؟ مدخرات المصريين في الدول العربيه وفي العالم بيرجعوا الناس دلوقتي، مش كده؟ وبعدين السياحه والبترول. السياحه يعني بضاعه وخير اسماك. راجل بسهوله كده قال لا مالهاش لازمه. طب لما انت الاربع حاجات دول ما هماش بالقوه اللي احنا بنتصورها، مش هكلم الناس ما بتشتغلش والمصانع واقفه والكلام ده. انا عارفين يا عماره لما يبقى دخلي 1000 جنيه في الشهر هتاني عايش في دايره مفرغه بعرض 1000. مشكله الفقر يا مصر يا جماعه في مصر ايه؟ بنسميها بيت السكن حلقه مفرغه. الراجل بيشتغل في البلديه ياخد 60 جنيه، يبقى ولاده مش هيتعلموا، يبقى ولاده تبقى صحتهم ضعيفه، يبقى ولاده هيشتغلوا شغله زي تحت وتقعد الدايره تلف على طول. لازم ازود دخلي، ماليش زياده غير بالاستثمارات، مش كيمياء الاستثمارات. اجي الاقي نفسي قطعت مع السعوديه واعمل مشاكل معاها، واحد طلع قال لك ملك عبد الله هرب فلوس مبارك هو وبتاع الامارات الشيخ زايد، واجي الاقي الشيخ الامارات ساكنين احد رجال الاعمال بتاعهم السكواني، وعشان كده زياره رئيس الوزراء بتاعنا ما تمتش مع الامارات.